وجهة نظري ان دي كلها حاجات رائعه هتودي النادي في حته ثانيه. معرفش الكلام ده بقى مظبوط ولا في يعني الاول في نقطه مهمه جدا برضه معلش في الجمعيه، ودي لاول مره بتحصل في مصر. رئيس النادي بيطرح الثقه في نفسه من تلقاء نفسه بعد مرور سنه واحده. فدي يعني اكنه بيقول للناس انتوا بتجددوا الثقه فيا ولا لا؟ فدي ده بند مهم في الجمعيه العموميه، واول مره تحصل في الانديه ان رئيس نادي يطرح الثقه في نفسه. بصفه شخصيه ولا كمجلس؟ لا، هو بصفه شخصيه، يعني بقيه المجلس ما حبش يعمل كده، بس طبعا يعني الجمعيه العموميه تقدر تشيل اي حد من المجلس في الجمعيه العموميه. تمام. لكن هو من تلقاء نفسه طارح الثقه في نفسه. تمام. ومدخلين كذا مشروع زي ما حضرتك قلت، مدخلين مشروع المول، ومدخلين المول ده بقى اللي هو المول محلات تجاريه زائد اوتيل زائد جراشات تحت الارض، جراشات بتستوعب جراج على مساحه 50,000 متر في المهندسين. فاعتقد ان ده الجراج ده مهم لمنطقه المهندسين كلها، مش مهم بس لنادي الزمالك. لسه بقول والله بيستوعب الاف العربيات، يعني بيستوعب تقريبا اللي انا المعلومه اللي عندي هو بيستوعب حوالي 7000 عربيه. تمام، ممتاز. فده رقم مهول بالنسبه لازمه المرور في المهندسين. فاعتقد ان احنا وده الدوله المفروض احنا نشيل الدوله، خلاص الدعم بتاع الدوله احنا بنجهد الدوله، فلازم الانديه تشوف مجالات تقدر تصرف بيها على نفسها. تمام. واعتقد بقى لو حضرتك عندك طموح ان انت تبني استاد او تشتري لعيب عالمي او تعمل منشاه عالميه بمواصفات عالميه، كل ده بيحتاج فلوس. ويمكن اللي احنا شفنا موضوع الشهداء اللي توفوا في الماتش الدفاع الجوي، اعتقد ان من ضمن الاسباب هي ان الاستادات غير مطابقه للمواصفات. احنا بنشوف في اوروبا الاستاد بيبقى ليه وقت معين في اخلاءه ووقت معين في دخول الجماهير. تمام. فاعتقد ان يعني في حاجات مهمه جدا بتتعمل بالفلوس. حاجات مش ترفيه، مش قصه ان انا بجيب لاعب، الكوره مش ان انا اجيب لاعب او امشي لاعب. الكوره اصبحت صناعه. تمام. اراده. لو حضرتك في متنفس رياضي للشباب او اجتماعي، هنلاقي في ظواهر كتير هتروح من المجتمع زي المخدرات زي الارهاب وهكذا. معلش يا احمد، عندي برضو سؤال مهم. فرع 6 اكتوبر انتوا هتحطوا 200 جنيه على كل عضو، وفي نفس التوقيت هتفتح الاشتراكات هناك برضو ان اعضاء يخشوا في الفرع ده بس؟ بالظبط كده، لان ال 200 جنيه مش هيقضوا ابني نادي بالظبط. لكن ففي مواد كتير تقدر تستغلها. يعني حضرتك استغلال المنشأة عندنا نادي الزمالك هيبقى في المهندسين منطقة تجارية، يعني من افضل المناطق التجاريه في مصر كلها طبعا. فده اقدر استغله استثماريا، لان انا هفتح باب الاشتراك هناك، زائد ان الاعضاء هيشاركوا بمبالغ بسيطه بحيث ابتدي في النادي، لان تكلفه بناء نادي دي تكلفه مش قليله. يمكن انت عندك تجربه قبل كده في نادي الصيد. ما لسه بقول والله واحنا استعنا بالتجربه دي. يعني عايز اقول لحضرتك ان من ضمن الناس اللي بتساعدنا في التجربه دي مهندسين سبوره اكيد. بالتاكيد. يعني حاجه يعني حد عمل التجربه دي قبل كده. ما انا ما قريت والله عرفت، يعني حتى وانا قلت انا ليا تجربه قبل كده وانا فاهم الخطوه دي كويس. ان شاء الله. فاتمنى ان شاء الله ربنا يوفقنا في الجمعيه ونقدر ناخد قرارات مهمه. ان شاء الله ربنا يوفقكم وهتعدوا بيها كويس ان شاء الله. احمد برضو عايز اسالك معلش سؤال تاني. الكوره الماتش نقلتوه السويس خلاص ولا لسه في كلام؟ طيب انا هقول لحضرتك على دي، وفي نقطه اخيره هبقولها في الاخر. اتفضل. بالنسبه للماتش الزمالك بيسعى ان هو يتلعب في محافظه السويس. احنا حتى طلبنا، ما عندناش مشكله يتلعب في القاهره، يعني احنا كنادي زمالك عايزين نلعبه في القاهره. لكن لو الامن شايف ان في صعوبه في التامين او كده، يعني احنا لعيبتنا جاهزه والنادي كله بالكامل بيحبذ اللعب في القاهره، لان ده المحافظه بتاعتنا وما فيش داعي ابدا ان انا للماتش. لكن لو اجراءات امنيه معينه فاحنا بنفضل ان احنا نلعبه في السويس بدل الجونه، لان الجونه طلبوا مبلغ كبير جدا في 120,000 جنيه. يعني اعتقد ان هو يتجاوز كمان المبلغ ده. زائد في تذاكر طيران وكده، فهتخش في تكلفه اكننا هنلعبه في جنوب افريقيا. تخش لها في تكلفه حوالي نص مليون جنيه. طب هل هو جالكم موافقه في السويس ولا لسه الموافقه ما جاتش؟ يعني السيد رئيس النادي كلم السيد المحافظ السويس امبارح واتفقوا على السيد محافظ السويس ابدى موافقه على لعب الزمالك وترحيبه بلعب الزمالك في السويس. كلام كويس. النقطه بقى اللي انت عايز تقولها. تمام. النقطة بقى المهمة الحمد لله النهارده برضو، يعني وده سبق لسه ما حدش خده. النهارده حضر لينا
3 من اسر الشهداء، وجهزنا لهم ان شاء الله حاجاتهم، وبكره باذن الله هيقابلوا السيد رئيس النادي هيوقع على الشيكات. تمام، كلام محترم جدا. تمام، يبقى كده احنا بالعدد ده هنبقى وصلنا ل6 من الشهداء هيحصلوا على مستحقاتهم، ونادي الزمالك يبقى اوفى بعهده وقراراته بتنفذ على طول. تمام. عندي اخر نقطه، انا بس بتمنى النادي الزمالك يحلها. انا والله العظيم ما اعرف حد منهم ولا ليه علاقه بحاجه ولا بتاع. الناس اللعيبه اللي لعبت في نادي الزمالك وليها مستحقات، انا قريت خبر نادي الزمالك بيسوي مع الناس دي. فعلا انتوا عاملين لجنه وقاعدين بتسووا مع الناس دي من غير شكاوى ومن غير قصص، ولا الكلام ده اشاعه؟ استاذ سيف، احنا عرضنا قبل كده في قرار مجلس اداره بان اي مستحقات قديمه من حقك تاخد على 25% منها وتتنازل عن الباقي، لان احنا لو ما عملناش كده نادي الزمالك كان هيفلس. ومع احترامي لكل هؤلاء اللعيبه، نادي الزمالك ادى كتير وما خدش حاجه. خلاص، فاحنا بنتكلم على 8 سنوات ولا 9 سنوات ولا 10 سنوات مش فاكر من كترهم ما خدناش دوري. فاحنا كابتن عبد الواحد السيد وكابتن فتح الله وكابتن احمد سمير دول ولاد النادي، وحتى ما هم مشيوا هيفضلوا ولاد النادي. فانا بتمنى ان هم ييجوا يحلوا مع النادي. طب وال 25 دي مش ممكن تزيد شويه في التفاوض يا استاذ احمد؟ هي كانت عرض عليهم قبل كده الحصول على 50% والتنازل عن 50%. طب ما ده كويسه دي. وهم رفضوا. بس ده كان في بدايه وهم بيتم ان هم كانوا بينتقلوا للنادي تاني. لكن دلوقتي للاسف في قرار مجلس اداره كده، ولكن هم اولاد النادي ييجوا. يعني احنا عايز اقول لحضرتك حاجه، كابتن عبد الواحد السيد كان مرشح ان هو يمسك منصب اداري، مش لما مشي من النادي. دلوقتي يعني كابتن عبد الواحد السيد كمجلس اداره، انا بقول لحضرتك سر اتعرض اسمه ان هو يمسك منصب اداري خاص في كره القدم الاسبوعين اللي فاتوا دول. تمام، يعني كلام محترم. انا رايي بس ان انتوا تجيبوهم تخلصوا معاهم، دول ولاد النادي برضو، والدنيا يعني والدنيا تخلص يعني. بالظبط يعني. واعتقد هم هيبقوا مبسوطين لما يشوفوا نجاح النادي. يعني طبعا كانوا اكيد بيحلموا هيبقوا مبسوطين اكتر لما ياخدوا الفلوس. بالظبط. لا، هياخدوا الفلوس ويدوسوا بالنادي بتاعهم ان شاء الله باذن الله. بشكرك احمد شكرا جزيلا. استاذ احمد مرتضى منصور عضو مجلس اداره نادي الزمالك، اكد على الكلام الراجل، يعني راح يمين وراح شمال، لان قلت لكم في المدرسه دي بالذات عندي فيها تجربه، فبرضو احنا شرحنا